بيقول لي نصيبي كده، قدري، ظروفي كده، البيئة اللي نشأت فيها هي اللي خلتني كده. طب يا سيدي كل ده مش بإيدينا، مش بتاعتنا، على الله. ولكن نفتح الشبابيك، البيبان، ندور على مخرج، على سكة، على طريق بديل، نحاول نسعى ونجتهد ان احنا نغير ده. ولكن لو ربنا أكرمنا ولقينا الطريق والسكة والبديل، يا نفضل في اللي احنا فيه ونقول اصل احنا كده ونتحمل العواقب، وساعتها ما نلومش غير نفسنا عشان احنا لقينا الطريق البديل وما رحناش فيه ورفضنا. او ان احنا بلا ادنى تردد ناخد بعضنا على طول بلا تفكير اصلا ونروح في السكة دي ونطلع لجهة مختلفة وناخد نفسنا ونبدأ حياة جديدة وننسى اللي فات. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ولكن أنا كده وأفضل لازق في مكاني؟ ده الشجرة بتتشال وبتتغير، إحنا مش هنغير من أماكننا ومن نفسنا. في إيه يا جماعة؟ هو إيه اللي إحنا كده وهنفضل كده ونشأنا كده والبيئة كده والناس اللي حوالينا كده؟ لا، كل حاجة بتتغير، مفيش حاجة في الدنيا غير قابلة للتغيير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. يعني نبدأ بنفسنا ونبقى عندنا النية كده والرغبة في ده، نقول يا رب وفقنا ونسعى فيه ونجتهد وندور بأي شكل من الأشكال، نسعى في جميع الطرق والاتجاهات ونترك البيبان ونفتح الشباب ونعمل كل حاجة عشان نبقى عملنا اللي علينا قدام ربنا، قدام نفسنا، قدام الناس اللي حوالينا. نسعى في الدنيا ونجتهد، والباقي مش بتاعنا بقى، من يعني ما ندخلش في الغيبيات اللي ملناش فيها يعني. فنعمل الجزء اللي علينا، ولكن اهم حاجة يبقى عندنا الرغبة في التغيير. عشان انا بتخنق بقى شخصيا من الناس اللي اصلا انا كده، انا ماليش حل، انا هفضل طول. يعني ايه اللي انت بتقوله ده يا باشا، يا بيه، يا باشمهندس، يا دكتور، يا فنان، يا نجم، يا لا مؤاخذة، ايا كان؟ يعني في ايه يا جماعة؟ كلها بتتغير، وكلنا في الاول وفي الاخر بني ادمين بشر. يعني ربنا قادر على اي شيء ان يقول او كن فيكون. فاحنا هنيجي نقول ينفع وما ينفعش؟ فبلاش ندخل في الغيبيات دي، وبلاش النظرة السلبية اللي هي بتجيب اصلا طاقة سلبية. والجماعة بتوع مصاصين الدماء الفامبايرز دول اللي هم يدخلوا عليك كده يسحبوا كل طاقاتك الايجابية وياخدوا كل حاجة، تحس كده ان هم في يعني شيء غريب فيهم يعني. فمش عارف بصراحة يعني. من تجارب شخصية البعد عنهم غنيمة، والله حقيقة يعني. لانك حتى لو يعني ممكن تتحاشاهم تتجنبهم، ولكن من وقت للتاني، ولكن وجودهم حتى في اي دايرة مهما كانت بعيدة في حياتنا بيجيب معرفش كده، سبحانك يا ربي، طاقة سلبية، فقر كده. فنبعد عنهم تماما، وربنا يبعدنا عنهم ويبعدهم عننا، ويخبط الظالمين في الظالمين ويخرج منهم سالمين. وقل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ونسلمها لنكسب ونقول يا رب ونتعب نلاقي وقدر تتقدر. شكرا لكم.